السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير دايما وفي احسن حال. اكيد سمعت قبل كده عن البعبع. ايوه، ما تستغربش. هو ده اللقب اللي هي اتشهرت بيه في الصحف والمواقع. هو ده اللقب اللي كان بيرعب مئات الالاف من الطلبة كل سنة. هو ده اللقب اللي كان بيقلق الاباء والامهات على ابنائهم لحد ما بيرجعوا من الامتحان ويطمنوه. كنت تفتح أي موقع أو جريدة تلاقي منشط طويل عريض بعنوان بعبع الثانوية العايم. طب يا ترى ليه الاسم ده؟ واشمعنى السنة دي بالذات؟ يعني ليه ما نسميش الاسم ده على السنة اللي انت اتولدت فيه باعتبارها بداية كل اللخبطة اللي انت عايشها دي؟ ليه ما نسميش الاسم ده على السنة اللي انت بتتجوز فيه باعتبارها بداية مرحلة جديدة لحياة مختلفة انت مش عارف عنها اي حاجة؟ اخواتنا المخطوبين انتوا زي الفل، مفيش اي حاجة. بس اشمعنى السنة دي بالذات؟ وليه اكتسبت اللقب ده؟ صراحة وما خبيش عليكم، السنة دي بالذات عفرت كتير جدا علشان تكتسب هذا اللقب. مجهود مبذول لسنين طويلة جدا، من تحطيم القلوب وتبخير الأحلام وهدم الطموحات وكسر النفوس وتحييد الرغبات وإغماءات وعياط كتير جدا وقت الامتحانات. وبمجرد ظهور النتيجة تبدأ سلسلة من نظرات اللوم والعتاب، ولا كأنك فقدت شرفك في امتحان الحياة. مشاعر متلخبطة ما بين الندم والإحساس بالتقصير وجلد الذات وهوان النفس، ودموع دموع دموع. زود يا ابني عندك شوية دموع كمان، وكمان دموع، وكأن الناس مصدقت لقت حاجة تخلص عليها الدموع اللي عندها، سواء دموع الفرحة أو دموع الزعل. طب نخلي شوية دموع، يمكن نفرح لحاجة تانية، يمكن نزعل على حاجة تالتة. أبدا، احنا هنخلص الدموع دي وبعد كده يبقى يفرجها ربنا. وهنا يبقى السؤال الأهم: هل الثانوية العامة فعلا كسنة دراسية تستحق كل هذا العناء اللي احنا بنعمله علشانها، ولا احنا اللي بنعمل كده في نفسنا؟ أنا فاهم ومقدر خوف كتير جدا من الناس بسبب السنة دي. سنة تعتبر مصيرية لكتير جدا من الناس، يا تصيب يا تخيب. سنة بيعتبرها البعض هي عنق الزجاج اللي انت لو قدرت تفلت منه فعلا زي ما انت عايز، فانت كده حياتك هتتظبط وكل امورك هتبقى تمام. ولو اتحشرت فيها وفشلت ان انت تنجو منها، فانت كده حياتك باظت وكل امورك خرب. سنة قادرة تجمع الناس على الفرحة ومشاركة فرحة النتيجة، وهي نفس السنة اللي قادرة تزعل الناس من بعض وتبني بينهم الحقد والكره بسبب شوية درجات. ومع بعض القلق في المواقع الإعلامية اللي بتناقش الثانوية العامة كأنها مرحلة وجودية، ومع قلة الدعم والضغط النفسي من الأهالي على أبنائهم الطلبة، وخصوصا لو كان ليك ابن خالة كده ولا حاجة أكبر منك بسنة وربنا كرمه وجاب مجموع. ابقى وريني بقى هتنجو ازاي من حكم الإعدام اللي هيصدر عليك لو ربنا ما وفقكش. وهنا الطالب بيتعامل مع السنة دي إنها حياة أو موت، يا يعيش يا ما يعيش. مبدئيا لازم تكون عارف وفاهم كويس جدا إن الثانوية العامة زيها زي أي سنة دراسية، وملهاش أي علاقة بتحديد مصيرك. وده لأن مصيرك مش مرتبط بالكام يوم بتوع الامتحانات، ولكن مصيرك متحدد من زمان جدا، يمكن كمان من قبل ما تتولد. ولكن هي مرحلة زي أي مرحلة من مراحل حياتك، لازم إن أنت تمر بيها وتتخطاها. حد يقول لي طب وأنا هتعب نفسي ليه بقى؟ طالما كده كده مصيري متحدد واللي مكتوب لي هشوفه. هقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالأخذ بالأسباب وليس بالنتيجة. أمرنا بالسعي وليس بنتيجة السعي. فكل اللي عليك إن أنت تاخد بالأسباب وتعمل بيه. تروح دروسك، بتذاكر، بتراجع، بتحل أسئلتك وتروح تمتحن. هو ده الأخذ بالأسباب. بعد ما تعمل كده لو ربنا وفقك ونجحت، فده توفيق ربنا لمجهودك. ولو ربنا ما كرمكش وما توفقتش، فده اختيار ربنا سبحانه وتعالى ليه، ومجهودك عمره ما هيضيع عليه.
ربنا سبحانه وتعالى بيشيلهولك في ألف صورة وصورة: صحة في جسمك، راحة لبالك، راحة في شغلك، بركة في أموالك وأولادك، وسعادة في حياتك. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وبعدين يعني ما كتير جدا في الثانوية العامة جابوا مجاميع ودخلوا كليات أحلامهم، وفي النهاية برضه ما توفقوش فيه، وحياتهم ما بقتش سهلة يعني ولا حاجة. بل في منهم كان بيعاني كمان في سنين دراسته، وفي منهم ما قدرش يستحمل واضطر ان هو يغير ويروح كلية تانية. وعلى العكس تمام، في ناس ما توفقتش في الثانوية العامة، بل انها اصلا ما وصلتش في سنين دراستها لحد الثانوية، ومع ذلك ربنا كرمها وفتح عليها، وعايشين في سعادة وراحة بال احسن من ناس كتير جدا غيرهم. وده اكبر دليل ان الثانوية العامة عمرها ما هتكون تحديد ليك والمصير. فمن الاخر كده هي ملهاش مقياس. وقيس على كده بقى كل بعبع موجود في حياتك وبتترعب منه، سواء في البيت، سواء في الشغل، سواء في الحياة العامة. كل حاجة موجودة في حياتك وانت بتسبق الأحداث وخايف منها، مع ان كل اللي مطلوب منك انك تاخد بالأسباب وتسيب الباقي على ربنا. وفي النهاية لازم تثق في اختيار ربنا ليك، وان اي طريق تاني كان فيه هلاكة. حتى لو انت عايش حياتك بتعاني، ولكن هو ده جوهر الإيمان، انك تثق في اختيار ربنا سبحانه وتعالى ليك، وتكون متأكد ان في وسط المعاناة اللي انت بتعانيها تكمن نجاتك. هونوا على أنفسكم وعلى أولادكم، طمنوهم واثبتوا لهم إن دي سنة دراسية عادية جدا زي أي سنة تانية، وإن مصيرهم مش مرتبط بيها ولا حاجة، ولكن اللي مكتوب لهم هيشوفوه. واوعوا تضغطوا عليهم وتحملوهم فوق طاقتهم. مفيش أي حاجة في الدنيا تستحق إن الإنسان يعيش مضغوط بسبب. ورسالتي لكل شخص مهموم أو زعلان بسبب الثانوية العامة، بسبب مشكلة في بيته، بسبب مشكلة في شغله، أو في الحياة عموما: أحرمت الجنة أم أنبئت بعدم القبول؟ هون عليك فكل ما دون الجنة دون. أنا دكتور مصطفى فرحانة. ما تنساش اللايك والفولو عشان تشوف الفيديوهات الجاية. دكتور بيست، صديقك المفضل. سلام.